السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. طبعا اليوم 25 فبراير اللي هو العيد الوطني بالكويت، وباكر 26 فبراير وهو عيد التحرير. فالكويت الحين عايشة أعياد في أعياد، فبسبب هذا الشيء أنا نويت أهدي الكويت فيديوهات تكون خاصة بالسياحة بالكويت وأفضل الأماكن فيها، هدية مني لديرتي الكويت وهدية للدول الخليجية عشان يستفيدون منها إن شاء الله ذي يومهم. فعنوان الفيديوهات ان شاء الله راح يكون شنو تقدر تسوي بالكويت ب3 ايام. اليوم هو الفيديو الاول ان شاء الله. فبادي معاكم الحين من المطار، كاني توني مسافر، توني واصل المطار، فراح ابدا معاكم الحين ان شاء الله من المطار، وحاجز سياره بعد من المكتب الحين ان شاء الله راح نشوفه مع بعض، بس ناطر على ما يوصل. الحمد لله اخذنا السيارة، وقعنا العقد، اخذنا السويتش، اخذناها من مكتب صكوك الدولية. الحلو فيه ان المكتب هذا تقريبا بعد بس 5 دقائق عن المطار، يعني بسرعة يكني، والخدمة عندهم 24 ساعة، يعني بس تدق عليهم تليفون تحجز السيارة اللي تبيها من عندهم، وبس توصل هني تلقاهم موجودين. حجزت فندق اسمه سيمفوني ستايل، صاير بالسالمية على البحر. المدة بين المطار وسيمفوني ستايل تقريبا 20 دقيقة بالسيارة إن شاء الله. بس قبل لا نروح حق الفندق لازم نمر على مطعم نتريق فيه لأن المعدة فاضية. عرف على نفسك، أنت منو؟ أنا وائل. أنا وائل أخو عادل. ما شاء الله، أخو بن فطوطة. جايين الحين ان شاء الله حق كافيه بزة، صاير بمنطقة بنيد القار. بنيد القار صاير على البحر عند شارع الخليج، فسهل انك لما تكون جاي من شارع الخليج تدش على بنيد القار، وهو صاير اول المنطقة. وصل الاكل الحمد لله، ما شاء الله شكل الشغل مرتب ومضبوط. خلصنا الريوق، صراحة كان ريوق جدا راقي وطعمه لذيذ. أخذنا ريوق البيت العود، طلع حسابنا 9 دنانير و200 فلس. هم قايلين حق شخصين، بس هو يكفي أكثر من شخصين، يعني يكفي 3 أو 4 بعد. الناس من جمع حق الاحتفالات من الحين يرشون المي. أي وصلنا الحمد لله حق فندق سيمفوني هني. الحلو فيه ان الفندق موجود والمول موجود، اسمه سيمفوني مول. الايميل، رقم التليفون، الجنسية، توقيع.
الحمد لله خلصنا اجراءات الدخول وخلصناها بشكل سريع. الفندق من اول ما تدش فيه كل شيء يعجبك فيه صراحه، يعني من الالوان، من موقع الفندق، من استقبال الموظفين. فهو موقع الفندق صاير منطقه السالميه. هي منطقه السالميه من انشط المناطق الموجوده بالكويت، واغلب الاماكن السياحيه موجوده حوالينك. فانت الحين لما تشوف الاطلاله من هني من الغرفه، احنا بالدور 16، لما تشوف الاطلاله كل شيء راح تشوفه، او اغلب الاماكن السياحيه راح تشوفها قدامك. البحر، بحر الخليج العربي، شارع الخليج العربي اللي هو انشط شارع بالكويت، ابراج الكويت، برج الحمراء اللي هو اطول برج بالكويت، برج التحرير، مارينا مول موجود وقريب يمك بعد. ومن المميزات الحلوه بهذا الفندق ان بنفس الفندق في مول. يعني الفندق الحين شنو اسمه؟ اسمه سيمفوني ستايل هوتيل، والمول اللي يمه اسمه سيمفوني ستايل مول. فحتى لو احتجت اي شيء، تبي تسوق، تبي تروح تشتري اي شيء، فالمول عندك بس تحت، تروح تنزل تحت، مجرد الدش باب راح تشوف المول ان شاء الله. وبعد شوي ان شاء الله لنا نروح له. خلونا نتكلم الحين عن شركات الاتصال الموجوده بالكويت. هم 3 شركات موجودين بالكويت: زين، واريدو، وفيفا. فان شاء الله اول ما تنزل بالمطار هناك بالكويت راح يكون قدامك 3 شركات موجودين هناك، في لهم مكاتب، تقدر تختار الشركه اللي تبيها وتروح لها هناك وتفعل الباقه اللي تبيها. زين عندهم باقه هي اشوفها مناسبه حق السايح، هي باقه اسبوعيه تدفع لها 5 دنانير، يعطونك دقائق غير محدوده من زين الى زين، و200 دقيقه من زين للشركات الثانيه اوريدو او فيفا، ويعطونك معاها 4 جيجا بايت انترنت. الشركه الثانيه اللي هي شركه اوريدو، الباقه المناسبه اللي انا شفتها اليوم عندهم هي تدفع لها 5 دنانير، بس هذا مو اسبوعيه، هذه شهريه. تدفع لها 5 دنانير تاخذ 2000 دقيقه من اوريدو الى اوريدو، 200 دقيقه من اوريدو للشركات الثانيه فيفا او زين، 3 جيجا بايت انترنت. بس هذه الباقه من اوريدو حق الخطوط الجديده بس، يعني واحد جاي للكويت اول مره ياخذ خط جديد يقدر ياخذ هذه الباقه. يعني مثلا واحد عنده خط اوريدو مثلا من زمان ما يقدر ياخذها، لازم يكون خط جديد. والباقه هذه اسمها اكس بات. الشركه الثالثه اللي هي شركه فيفا، الباقه المناسبه حق السايح بشركه فيفا هي باقه 5 دنانير تدفع عليها، راح يكون عندك رصيد بعد داخله 5 دنانير. المكالمات من فيفا الى فيفا تكون ببلاش، الانترنت يكون غير محدود مثل ما شفنا الحين مع بعض. الباقه مالت زين اسبوعيه، باقه فيفا اسبوعين، باقه اوريدو شهر. يعني الواحد يشوف شنو هو المده اللي جاي فيها الكويت هني ويختار الباقه المناسبه له. بس انا يعني صراحه الباقه اللي اشوفها مناسبه هي باقه فيفا. بالنسبه للمميزات اللي راح تاخذها، المكالمات الفري، الانترنت اللي يكون فري، 5 دنانير، ومدتها اسبوعين، يعني خير الامور الوسط. الحين ان شاء الله نازلين رايحين حق سيمفوني مول، ننزل تحت نشوف شنو الاسواق اللي عندهم وشنو الاشياء اللي ممكن نقدر نسويها. اول ما تطلع من الاسانسير هذا باب المول. هذه وراي هني موجود بسيمفوني مول، افضل شركه كاميرات موجوده بالكويت، واكبر محل موجود بالكويت موجود بسيمفوني مول هني. أنا أحب أعرفكم على مسؤول التسويق بشركة AAB World، عامر أبو البرغل. الصراحة أنا كل ما يهني ألقاه متواجد هني يفيدني بكل شيء، وكل ما أبي أشتري شيء هو يفيدني بالأشياء اللي أنا ممكن أحتاجها. يعني مو بس يقول لي والله أنا أبي هذا الشيء هاك أخذه، لا، يقول لي أنت شو تحتاج ويعطيني الشيء اللي أحتاجه. فأنا الصراحة قلت لعامر إنه يسوي معي هذه المقابلة الصغيرة عشان يشرح لكم شنو هي AAB World وشنو هي ترند. تفضل.
شركتنا AB World باختصار هي شركة متخصصة ببيع منتجات التصوير أو يعني equipment لتصوير الفيديو والفوتوغراف. في عنا كاميرات، عدسات، إضاءة، كل أنواع المنتجات ممكن تحتاجها للتصوير. زين كم فرع الحين عندكم صار بالكويت؟ أنا أذكر إن قبل 3. كم واحد؟ قبل كانوا 3، الحين في 4، في 2 بالسالمية، واحد بالشامية، وواحد بالعقيلة اللي فتحناه آخر واحد جديد. اوكي. زين شركة AB World يعني هي وكيل لاشياء معينة، شنو هي هذه الاشياء اللي انتم وكيل؟ نحن وكلاء لكثير ماركات مختلفة مثل مثلا سيجما للعدسات، بلاك ماجيك لكاميرات تصوير الفيديو، وطبعا متوفر عنا يعني كل شيء من كاميرات كانون، نيكون، سوني، فكل شيء بتلاقي موجود، كاميرات، عدسات، كلها موجود. زين عامر، انتم خدماتكم بس للكويت ولا هم برا الكويت؟ نحن محلاتنا بس موجودة بالكويت، بس عندنا موقع اونلاين اللي هو www.abworld.com، وفي توصيل لجميع دول الخليج، وطبعا لجميع مناطق الكويت. الله يعطيك العافية يا عامر، ما قصرت. فان شاء الله انتم اي شيء تحتاجونه ممكن تجون هني حق سيمفوني. هو اكبر محل هني صح بسيمفوني؟ اكبر محل هو بسيمفوني اكبر بالسالمية. اكبر محل موجود هني بسيمفوني، فانتم ان شاء الله بس تجون سيمفوني هني اي شيء انتم تحتاجونه حتى معلومات عن الكاميرات ان شاء الله عامر ما راح يقصر معك. يعطيك العافية حبيبي، الله يعافيك. الله يسلمك. في هني عندهم محل كوكيز وكافيه اسمه كوكي دو، خلينا نجرب عندهم كوكيز على اعلام الكويت. خلينا نجرب الكوكيز، بس نشيل علم الكويت. يعني النكهات هني بعلم الكويت، الكوكيز الاخضر الفستق، هذه الابيض الكندر، ريد فيلفت، والكاكاو. لذيذة. الحين ان شاء الله طالعين برا سيمفوني، رايحين المكان ان شاء الله راح تعرفونه بعد شوي. وصلنا الحين هني برج الحمراء. برج الحمراء هو أطول ناطحة سحاب بالكويت. تقريبا طول المبنى كله والبرج 412 متر أتوقع، 412 أو 414. عدد الطوابق 77 طابق. برج الحمراء من أرقى الأماكن الموجودة بالكويت. جت فكرة البناء مالت البرج سنة 2006، وخلص البناء من اتوقع 2011، بس الافتتاح كان سنة 2012. ترتيب البرج على حسب الطول كان أول ما صار يعني 2012 كان هو رقم 15 على العالم، بس الحين مع الوقت الحين سنة 2016 صار رقم تقريبا 23 على العالم، وهو الحين رقم 5 على الخليج. أول ما تدشون البرج هني راح تلقون المول مالهم، هو مو مول كبير، مول صغير بس جاي على عدة أدوار، وفي كل البراندات العالمية واللي أقدر أقول عنها إنها غالية بعد. هذا عندهم الشاشات موجودة هني بكل مكان عشان تشوف مكانك، تشوف الخريطة، تشوف اسم المحلات، تشوف كل شيء تبيه. تحس انها لعبة. يدليك بالضبط وين تروح. وصل على اليسار. طبعا انا ما بدي اداس، بس هذا مثال بس عشان نشوف
شلون يوصفون لك المكان. مشكور. البرج تقريبا كلف 180 مليون دينار كويتي عشان يبنونه. وفي شيء حلو مميز من المعلومات اللي قريت عنها انهم كانوا يخلصون دور واحد بالبناء، كانوا يخلصون دور واحد كل 9 ايام. الحمد لله خلصنا اكل بجنك يارد. الاكل كان قمة الروعة الحمد لله. السعر يعني وسط. يعني اقدر اقول ان التجربة كانت ممتازة. انا شفت كلمة ستريت فود صراحة جذبتني لما رحت هناك، لان انا من عشاق الستريت فود. فبالكويت ما في شيء اسمه ستريت فود هني، فقلت لهم ليش يعني ايش معنى انتم ستريت فود؟ قالوا احنا نعطي او نقدم كل الاكل اللي متخصص مثل الهمبرجر، البطاط، الهوت دوغ، الكسدية، كل شيء، مو بس همبرجر وبطاط نفس المطاعم الثانية. في بالحمرة هني عندهم الجراند سينماز، هي سينما موجودة هني الوحيدة بالكويت اللي اسمها جراند سينماز. طبعا في هني بالكويت سينمات مختلفة، نفس مثلا السينما السينسكيب هذه اللي هي منتشرة بالكويت. اما الجراند سينماز هذه توها صار لها كم سنة فاتحة بالكويت وبس موجودة ببرج الحمراء، بس ما مبين هنا اسمها فوق. يمكن في بعض الناس يقول ليش ما اروح سينسكيب مرة واحدة بما انها منتشرة بكل مكان، ليش هي جراند سينماز؟ جراند سينماز اللي يميزها انها موجودة هني وهني ما في زحمة، فاللي ما يبي الزحمة يجي هني. وفي بعض الافلام تنزل هني بجراند سينماز وما تنزل بسينسكيب. طبعا انا الفترة الأخيرة حالف اني ما ادش السينما لان ما ينزل باتمان فيس سوبرمان. الصراحة طرت على بالي فكرة، قلت خليني اروح اكلمهم يمكن يصعدوني فوق، بما ان احنا اطول برج او اطول ناطحة سحاب بالكويت، فخلينا نشوف يمكن يسمحوا لنا نروح فوق ونصور. يسوون اتصالاتهم عشان نصعد فوق. الحمد لله طلعوا متعاونين. الحمد لله صارت اعطوني كرت دخول عشان اصعد فوق واصور ان شاء الله، بس كلها دقايق وراح نصعد. دور 60 شوف المنظر هني شلون صاير، بس عشان المكان عالي الهواء هني قوي حيل. نزلنا الحين خلاص، المنظر مو طبيعي، شيء خيالي يعني الناس ما شفتوا معانا. لما تصعد بالاسانسير لازم اول شيء تروح 55، بعدين تطلع من 55 تكمل فوق على 60. وصلنا الحين لسوق المباركية. سوق المباركية سوق بالكويت منطقة قبلة تحديدا، سموه المباركية على اسم الشيخ مبارك الصباح الله يرحمه، وهو سوق شعبي تراثي في كل انواع المحلات اللي تبيع اشياء تراثيه واشياء قديمه. سوق المباركيه ايام الجمعه والسبت يكون مفول على الاخر، وايام العطل نفس العيد الوطني والتحرير ما تلقى مكان. يعطيك العافية، صراحة ما قصرت على العلم الكبير هذا وعلى خدمة الكويت، بس أنا ما عرفت شنو اسمك وأنت من وين أصلاً؟ معهد عبد العزيز المعيوف التميمي. والله ونعم. طبعاً أنا سعودي والوالدة كويتية. ما شاء الله، الله يعطيك العافية، ما قصرت، الله يعطيك العافية. طلع صاحب العلم هذا الكبير اللي توه مؤلف كتاب العلاج الانعكاسي بمساج الغدم،
ويقول له فيديوهات وعنده قناه باليوتيوب معروفه، فان شاء الله راح احطها لكم تحت. اسواق الخضره هني تلقونها بكل مكان والفواكه، فمن افضل الاماكن اللي ممكن تشترون فيها خضروات وفواكه. احسن مطعم للمشاوي هني بالمباركيه معروف اسمه مطعم الشمم. الحمد لله الاكل كان جدا ممتاز، انصح فيه وبشده مطعم الشمم. حسابنا كان 11 دينار و550 فلس.